بكم في نشرة اقتصادية جديدة مع بزنس سبايك، ملخص سريع لأهم الأخبار والتحركات الاقتصادية في مصر والخليج العربي وتأثيرها على الأسواق، الاستثمار والطاقة خلال الأسبوع. الأولى من نوعها، الحكومة السورية تفتح مشاريع طبية في دير الزور. افتتحت وزارة الصحة السورية عدداً من المشاريع الطبية النوعية في دير الزور، أبرزها وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام وإنشاء وحدات متخصصة للقلب وغسيل الكلى والأطراف الصناعية. وتشمل الخطة أيضاً إعادة تأهيل مستشفيات ومراكز صحية وتشغيل 65 مركزاً صحياً بهدف تعزيز الخدمات الطبية في دير الزور والمنطقة الشرقية وتقليل الإحالات إلى دمشق. الذهب يحلق مجدداً ويواصل رحلة الصعود. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع، مدفوعة بضعف سوق العمل الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة. وتشير توقعات بنوك كبرى إلى استمرار صعود الذهب مع احتمالية بلوغه $6000 للأوقية بنهاية عام 2026. الطاقة المتجددة تقتحم سوق الكهرباء المصري بتكلفة أقل. تتجه مصر للتوسع في الطاقة الشمسية والرياح التي تقل تكلفة إنتاج الكهرباء منها بنحو 75% مقارنة بالمحطات المعتمدة على الغاز الطبيعي. ويستهدف التوسع رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 وخفض فاتورة الوقود وتوفير الغاز للصناعات ذات القيمة المضافة. السيسي يضع العقارات تحت الرقابة بمطالب جديدة لإعادة ضبط السوق المصرية. وجه الرئيس السيسي بمراجعة المشروعات العقارية ومحاسبة الشركات المخالفة لضمان الالتزام بمواعيد التسليم وحماية حقوق المشترين، وتشمل أبرز المطالب إنشاء جهة رقابية، تفعيل حسابات الضمان، وكذلك تصنيف المطورين وتنظيم الوسطاء وتسهيل تسجيل الوحدات العقارية. برعاية خادم الحرمين، السعودية تطلق النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي 2026. تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي لعام 2026 في الرياض من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي ودعم الابتكار والاستدامة. وتأتي النسخة الجديدة بعد نجاح منتدى عام 2024 الذي شهد 13,000 مشارك وتوقيع 67 اتفاقية بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال. كانت هذه آخر الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي. إلى اللقاء في نشرة اقتصادية جديدة مع بزنس سبايك.